في النهج المعتمد في حكومة السوداني هو نسخة مستنسخة من النهج الذي اعتمد في حكومة المالكي الأولى والثانية، والذي انتهى ما انتهى إليه بسقوط ثلث العراق. حكومة إشياع السوداني أولا رفعت الإنفاق الحكومي إلى أقصاه، وهذا الأمر يعني مطلق الخطورة. ثانيا لديها عجز في الموازنة يربو على 65 تريليون دينار عراقي. ثالثا استخدمت المال العام ومقدرات الدولة من أجل رشوة المجتمع، وأولها هو التعيينات غير المبررة. جميع المعينين الآن في دوائر الدولة ليس لديهم عمل، هي ترسيخ للبطالة المقنعة. حينما تسأل لماذا يقول لك حتى باكر ما يطلع علي مظاهرات. طيب وين فكرة بناء الدولة؟ طيب أستاذ حسام، شلون نبني الدولة؟ تسوير السلطة هاي حالة أخرى. هذا سواه المالكي أيها الأخوة في 2008 و9 و10 و11 و12 وانهارت فيما بعد الدولة. هذا النهج غلط، لازم تفهمون غلط.